الأكلة اللي ما بيختلفش عليها اتنين واللي طول الوقت تقريبا عندي منها علبة في التلاجة، يلا نحضرها مع بعض بكل سهولة. عندي بتنجانتين تقريبا وزنهم كيلو، ابتديت ان انا اقطعهم بشكل حلقات او دائري. بعد كده قسمت كل واحدة منهم لأربع قطع، ده لان انا بحب كل قطعة تكون مقلية ومقرمشة لوحدها كده، وسبت كام قطعة علشان تكون على وش الصينية. وفي زيت سخن يفضل ان هو يكون غزير، ابتديت ان انا انزل قطع البتنجان وقطع الفلفل كان حار وبارد. طعم الفلفل مع قلي البتنجان بيديله طعم حلو قوي وبننقل طعمه في حتة تانية. واول ما البتنجان بياخد اللون الذهبي بنطلعه ونصفيه على مناديل مطبخ، وطبعا الفلفل بنطلعه اول ما بيستوي. بعد كده عندي في طاسه بنزل معلقتين من الزيت وبنزل عليهم بصله متوسطه، وببتدي ان انا اقلبها لغايه بس ما تاخد لون ذهبي. وفي الوقت ده في الهون او في الكبه بكون بفرم فصوص من الثوم مع الفلفل الحار والبارد. تقدروا تكتفوا بنوع واحد لو انتم مش حابين تضيفوا الاثنين، لكن انا بحب اضيف الحار والبارد علشان بس الطعم. وبضيف معاهم نص معلقه صغيره ملح، فلفل، كمون وكزبره وشطه. طبعا ده بينقل الطعم في حته تانية خالص. وهنا كان البصل بتاعي ابتدى يتحمر، وببتدي ان انا انزل عليه الخلطه اللي انا كنت عملتها في الهون. طبعا دي يا جماعه سر الصلصه بتاعه المسقعه. ولو جربتوا الخطوة دي مع صلصات المكرونة أو صلصات الطواجن اللي انتوا بتعملوها، حقيقي هتغير طعمها وتنقله في حتة تانية خالص. ومجرد ان انا بقلبهم بس وريحتهم بتظهر، ببتدي ان انا انزل عليهم بلتر من الطماطم المعصورة. وطبعا ببتدي ان انا اتبل واضيف الملح بتاعي. والبهارات اللي انا بستخدمها طول الوقت مع المسقعة ملح، فلفل اسود، كمون، كزبرة، شطة. وطبعا بعد كده ببتدي ان انا اضيف كل قطع البتنجان اللي اتقلت وادخلها جوه الفرن، وكله في طاسه واحده. وشرايح البتنجان اللي انا بسيبها بدون ما اقطعها لقطع صغيره ببتدي ان انا اخليها على الوش كده بحيث انها تدي شكل بس للصينيه. وبضيف معاهم فلفلايه حاره، وطبعا بدخلها في الفرن تحت الشوايه، مش بكون مشغله الفرن لان اوريدي كل قطع المسقعه بتكون مستويه. وشوفوا قد ايه الشكل والطعم خطير. جربوها على نفس الطريقه دي بالظبط وحقيقي مش هتبطلوها. وخلوا منها دايما في التلاجة في علبه كده، هترجعوا لها صدقوني كتير. لو عجبكم الفيديو